وانا صرصور باري يلا. لا 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 لا، ما بحبش الصراصير اللي بتطير، بخاف. نجيب البوشه. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ معاكم ادهم هاني، خبير في الحياه البريه، بفيديو جديد. زي ما وعدتكم متاخرتش عليكم او اتاخرت شويه، ولكن والله العظيم انا بحاول على قد ما اقدر ان يبقى كل اسبوع في فيديو. بس يبقى ايه، الدنيا بايظه معايا من وقت الموبايل كان بايظ وبيتصلح، وحوار كبير قوي. ففيديو النهارده انا لحد الان انا مش عارف انا هعمل ايه. حتى كنت منزل ستوري على الانستجرام بسالكم فيها اعمل ايه لاني مش عارف. فانا قلت انزل افتح الكاميرا واصور ونشوف ايه اللي محتاج يتعمل ونعمله مع بعض. اهم حاجه ما تنساش تعمل لايك على الفيديو ده وتشترك في القناه، ولو انت اول مره تشوفني ان شاء الله ما تبقاش اخر مره، واشترك في القناه وفعل زرار الجرس عشان تشوف بقى ايه الحاجات الجايه كتير، لاني بناولكم على شويه حاجات فل قوي. وما تنساش تعمل لي فولو على تيك توك وعلى انستجرام وعلى فيسبوك وعلى اي منصه هتلاقي اللينك بتاعها موجود تحت في الديسكريبشن. ويلا بينا نبدا الفيديو. استنى انا عاوز اقول حاجه. الفترة الجاية عندي فكرة فيديوهات جامدة جدا هتريحكم وهتريحني قوي، وهي هتبقى عبارة عن ان انا هرد على منشناتكم وعلى اسئلتكم في اي حتة. على تيك توك في ناس كتير قوي بتعمل لي منشنات ومش بعرف ارد عليهم كلهم رد كافي، ويبقى في حاجات مستفزة قوي ببقى عايز ارد عليها في فيديو، ولكن مش بعرف اعمل ده على تيك توك. فاحنا ممكن يبقى فيديو زي كانه فيديو رياكت كده، هشوف منشناتكم ونشوف الحاجة اللي انتم منشنين لي عليها وارد عليكم سواء بمعلومات او افيدكم او ايا كان اللي انتم عاوزينه. لو انتم مرحبين بالفكره دي اكتبوا تحت في الكومنتات عشان انفذ. يلا بينا بقى عشان انا رغاي قوي. اعرفكم بمجموعتي الجميله. طبعا في شويه حاجات فوق هنا كركبه. الفيديو اللي فات قلنا ان احنا ايه، هنروق الكركبه دي كلها، ولكن للاسف بقى في كركبه جديده، يعني بقى في كركبه كمان هنا تاني، والدنيا بايظه تحت هنا، وحتى الارض عاوزه تتكنس والدنيا تضرب تقلب، وانا بصراحه مكسل اعمل كل ده. فان شاء الله التصوير يخليني مستعد ان انا ايه، انزل اعمل كل ده واصور لكم الحاجات دي كلها. فيديو النهارده بقى هيبقى عن ايه مش عارف، فخلينا الاول نرتب الحاجات دي ونشوف الحوار ده. مبدئيا هنا انا كان عندي تصوير للي ما شافوش، كنت محتاج فيه الابراز دي. ده هنا ابراز خشن الجلد مش باينه جوه العلبه اهي، تمام. في واحد تحت كمان هنا، والكيسه دي فيها تعبان هرسين. تعال نطلع الحاجات دي ونشوف احنا ايه الدنيا وايه اللي هيتم. بس الاول الكركبه دي مش عارف اوديها فين، هي حته فاضيه ارمي هنا دلوقتي. ده برص منزلي. بصوا البرص ده المفروض ان هو فيه حاجه هتاكله، ممكن اكله للتعبان. لو عرفت اكله للتعبان معاكم في الفيديو ده هنجرب. المهم خلينا نركن اي كركبه على جنب، وبرمي اي حاجه فوق هنا. ايه ده؟ ده المولت بتاع العنكبوت السان تايجر اللي بلغ. لو انت متابعين على الانستجرام او على تيك توك فانت اكيد شفت الموضوع ده. ودي البنوته لسه ما بلغتش. دي علبه فاضيه، هي تحت هنا دلوقتي. اسود، انا مش فاهم والله العظيم بجد مش فاهم انا بعمل في نفسي ايه. العلبة دي هنحتاجها دلوقتي، خليها هنا. فين العلبة بتاعتها؟ تمام، تعالى بقى ايه. بعد ما نضفنا المكان هنجيب العلبة دي هنا كده، والستاند ده هنحطه هنا علشان في هنا تعبان هنحطه في العلبة دي. أول حاجة محتاجينها في العلبة هنا هي نفتحها طبعا في بديهي، نفرش ورقة تحت. طبعا قصيت الورقة على مقاس العلبة، وهنحتاج حتة فخار تكون خشنة شوية، وده عشان الشيدنج بتاع التعبان. جميل كده. والمفروض احط طبق ميه كمان، ولكن طبق الميه الصغير المناسب ليه مش لاقيه، فهنعمله على كده لحد ما الاقي الطبق. دلوقتي طبعا بالراحة من غير ما الابراز تهرب، عاوزين نطلع الكيسة. ما تنزل يا انزل يا تحت يا. ده انت برص رخم ولا اوي. دي الكيسة اللي فيها التعبان بتاعنا. عاوزك وانت بتتفرج كده تخمن ايه النوع اللي جوه. لو انت متابعني على تيك توك على فكرة وانستجرام او اي منصة تانية هتبقى عارف
اللي جوه، لاني عملت عنه فيديو قبل كده، مش عارف افتحه، ثواني. يلا بينا. بصوا الكتكوت، شايف الكتكوت جوه ازاي؟ امور قوي. ده تعبان الهرسين. ثواني 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 يا حبيب قلبي. بصوا الجمال، من اجمل التعابين اللي ممكن تشوفها في حياتك، ومن اسرع التعابين في مصر. اسمه ساند ريسر، ده اسمه الانجليش. بصوا عيونه والايلاينر اللي هو عامله، بيتميز قوي ان هو بيكون اكحل. انواع جميله جدا والهاديه والمناسبه للمبتدئين. الصغنن ده ياكل ايه؟ ياكل ابراس. عشان كده قلت لكم في اول الفيديو ان البورس ده هيبقى اكل للتعبان ده. زي ما انتم شايفين ده التعبان بتاعنا، هنحطه في العلبة بالراحة. هو طبعا هيحاول يهرب كده زي الفل. طبعا الزواحف بتحتاج حرارة، ولما انت تربي في علبة بلاستيك انك تشغل لمبة حرارة الموضوع هيكون صعب جدا. مش هينفع تدخلها جوه لانه هيجي فيها ويتلسع، وفي نفس الوقت مش هينفع تحطها من بره لانها ممكن ما توصلش حرارة كويس او ممكن تبوظ العلبة اصلا. ففي الحالة دي احنا بنستخدم حاجة اسمها هيت مات، بتتحط تحت العلبة عشان توصل حرارة. طبعا انا مش عندي دلوقتي، ولكن درجة الحرارة عندي مناسبة، فهو محتاج درجة حرارة من 25 ل 30. لو انت درجة الحرارة عندك مناسبة فانت كده فل قوي، مش محتاج تشغل حرارة الا لو انت الجو عندك متقلب. بعد ما حطينا التعبان في العلبة، دلوقتي وقت الابراز. نحطهم في البيت بتاعهم، والبيت بتاعهم هو جاهز اصلا، وشفناه في الفيديو اللي قبل اللي فات، او اللي انتوا كان اخر فيديو عملته من 11 شهر. ولو فاكرين البيت ده فهو كان بتاع براس خشن الجلد برضو، ولكن توفاهم الله. تعالوا بقى ايه، دخل الزوج العسول ده معانا هنا. بص بقى على الجمال ده. النوع ده من الابراج جميل جدا، وانا كادهم بحبه قوي. بص جمال عيونه وجمال تفاصيل جسمه عامله ازاي، حاجه تخليك تقول فعلا سبحان الله. لو انت فاكر ان الموضوع خلاص لحد كده، فحب اقول لك لا، يلا بينا ندخل على العناكب. ويا ترى هنعمل فيهم ايه؟ صدقني مش عارف. طبعا خلينا ناخد التعبان ده ونحطه هنا دلوقتي. تمام. بالنسبه للعناكب، لو فاكرين هنا كان في ريد اند وايت، زي ما انتم شايفين هي بوظت الديكور اللي احنا عملناه كله. بصوا بشويش كده زي الفل. كل الديكور ده كان المفروض يبقى هنا وكده، بس تمام هبقى اظبطه بعدين. والرطوبه نزلت قوي فمحتاج ارطب. وتعالى نجرب ناكلها. هناكلها ايه؟ عندنا هنا صراصير. بالنسبه للصراصير خليني اقول لكم على سر خطير، واني بخاف من الصراصير يا جماعه، خصوصا الصراصير الامريكي اللي بتطير، بترعب منها جدا. انا شايف عندي شويه صراصير هنا مش كتير، لكن كل اللي محتاجينه. يا نهار اسود، ايه ده؟ في ثواني ايه ده؟ انا محتاج بس ولد. ده الولد، والبنوته بتكون من غير جناحات. بس هما ايه، مش عارف هما اتجننوا ولا ايه. سيبهم كده دلوقتي، يلا بينا نروح نأكل ده. وكده احنا هنحاول نحطه لها هنا الله عليك، الله على الجمال. خليته دخلت جوه. لحظات الافتراس دي من اكتر اللحظات اللي انا بحبها في تربيه العناكب. لما يكون العنكبوت كده اجريسيف مع الاكل ويلتهم الصرصار، سادي شويه بس بصراحه تحفه. بصوا يا ترى الصرصار بره، فاهم؟ بصوا، كيوت جدا، كيوت جدا. ممكن الناس تشوفني عبيط والله، بس انا بحب الحاجات دي جدا يعني. بصوا التفاصيل. اعتقد الزاويه دي كويسه قوي ان هي تبقى مبينه كل التفاصيل هنا. شايفين الانياب وهي ايه بتقطع في الصرصار. الناس بتاعت بقرف وياع وياي ما يطلعوا من الفيديو. انا مش ناقص، المراره مفقوعه لوحدها. بما اننا اكلنا الكتكوته دي فنقفل الانكلوجر بتاعها شويش. انا بقفل الباب وهي بتتنطط جوه. تعالى ناكل الولد ونشوف يعني هل هيستجيب للاكل. العلبه دي رخمه قوي، معرفش افتحها بعلبه واحده. تمام، زي ما انتم شايفين
ده الولد ريد اند وايت برضه نفس الحوار، بهدل الديكور وحاجة جميلة. هنجرب نأكله، ولكن ده صغنون شوية فهنجرب نديله ميل ورم. هناخد ميل ورم من يا نهار اسود. الميل ورم عندي بقى معظمه شرانق وخنافس، انها مصيبة. المهم اننا اخدنا دودة صغننة نحاول نأكلها العنكبوت بتاعنا. والله العظيم جمال يا جدعان، والله يا جدعان انا شخص جامد، انا بحب الحاجات دي قوي. بص انا عاوزك تركز على الانياب وهي بتمسك الفريسة وتقطعها، مشهد تحفة. يا جماعة هو ممكن اليوتيوب يحذف الفيديو ده تحت مسمى العنف ضد الحشرات ولا مفيش العبط ده؟ عشان انا دايما انا عارف ان انا فقر، فممكن الفيديو جامد زي ده يتمسح للاسف. وحادي وادي كروم زبادي. تعال نختار حاجة تانية، تعال هنا عشان انتوا ما شفتوش الجميل اللي جوه هنا. سيبك من شكل الانكلوجر، هو معفن قوي من بره، ولكن هنا من اغلى الكائنات اللي عندي. ظبط الاضاءة كده هنا ويلا نشوف. هنا يكون الكاريبينا فيرسي كولر، نوع من اجمل العناكب اللي ممكن تشوفها في حياتك. جرب نغريب الدودة. يا نهار اسود. شفتوا الجمال؟ بصوا دخل جوه تاني. تحفة يا جدعان، تحفة بجد والله العظيم. انا همسك الاضاءة عشان انا مسكت العلبة الدنيا هتبوظ مني. زي ما انتم شايفين الالوان هي مش باينة قوي للاسف لانه ولد، المهم ان العنكبوت ده من اجمل العناكب اللي انت ممكن تشوفها في حياتك. كاريبينا فيرسي كولر. عايز اقول لك انه بجد غالي جدا. خلينا نقفل عليه. بقول لكم احنا عملنا البيت بتاع البروس او دخلناهم البيت بتاعهم، ولكن ما اكلناهمش. تيجي نجرب نديهم اكل ونشوفهم هياكلوا ولا لا. انا بصراحه مش عارف، لانهم بيكونوا شخصيات في انواع، او يعني ممكن تلاقي بورس متقبل ان هو ياكل منك على طول، واحد تاني تلاقيه دايما خايف، ولكن دول انا حاسسهم ان هم عندهم شجاعه شويه. خلينا نجرب بالدوده دي ونشوف هل هياكل ولا ايه. ايه يا جماعه؟ طب ايه يا جماعه الاكل مش عاوز تعرف عليا خالص ولا يا بنت الجزمه؟ الدوده عضته. بصوا كده في واحده هنا، تعالى نجرب ايه. حط لها الدوده يا بنت الهبله. الله، اكل بورس، اكل يا جدعان. حلو قوي. امال اللي فوق ده مكشوف ليه ده مكشوف؟ ده اكل عادي. حلو ده. انا جبت دوده ثانيه، تعالى نجرب نستدرجه بقى. عايزه يمشي ورايا. يا جماعه بجد جميل قوي، جميل قوي قوي. ثبت الموبايل في المكان ده عشان يبقى شايف البورس وهو بيصطاد. عاوز اوريكم كنت عامل ايه عشان اصور. حاطط واحد هنا وده فوق هنا عشان اجيب الاضاءه واصور لكم المشهد ده، ولكن ابن الجزمه اللي جوه ده مش راضي ياكل، واللي تحت تقريبا شبعت، مش عارف اكلت كام دوده وكام خنفسه وكده. فل قوي. فكره بقى ان انا ناسي حاجه، في حاجه في الحاجات دي انا ناسيها. افتكرت، تعالى نسينا الانكلوجر ده. الانكلوجر ده فيه عنكبوت من اهم العناكب اللي عندي، وهو الاورنج بابون ترانشولا، وهو من اخطر عناكب العالم يا جماعه. خلينا نجيب صرصار ونجرب ناكله. بجد الموضوع خطر جدا عشان عايز استدرجه بره. طب ايه؟ انا خايف. الويب كتير قوي والصرصار بيمسك في كل حاجه. ايه ده؟ انت عامل ايه؟ ايه ده؟ بصوا يا جماعه، عشان الموضوع لا يستحق المخاطره بصراحه، فانا هحط الصرصار. شايفين العنكبوت ده؟ الاورنج بابون ترانشولا. الصرصار ثابت جوه وعامل نفسه ميت. لا كده رخامه بقى. الموضوع ان انا بصور وفي نفس الوقت بعمل حاجه مع عنكبوت خطر بايد واحده، فانا عايز اجيب لكم اللقطه
ما تفوتكمش وفي نفس الوقت ما تعضش، فالموضوع بيبقى صعب قوي. فانا حتى عايز اثبت الموبايل، ولكن يعني دي مشكله الامكانيات يا جدعان. والله العظيم بجد الواحد لو معاه امكانيات هعمل لكم حاجات جامده قوي، ولكن ربك يكرم بقى. هذا الصرصار ابن الجزمه طلعته يا جماعه، احنا هنجرب وامرنا لله. خش يا باشا يا ابني، الجزمه اتحرك جوه. وانا صرصار بارد يلا، تعالى اعمل فيك ايه؟ تعالى انا عارف انا هاكلك ليه. زي ما انت كده، لكن هنفتح الانكلوجر ده. هي فين؟ شايفين الجمال اللي جوه ده؟ ده عنكبوت جاي من الهند. ليه بتدخل جوه؟ ليه عاوز اوريهم وانت بتاكل؟ ما انا عايز اوقدك، يعني انت اعمل فيك ايه؟ لا ما بحبش الصراصير اللي بتطير، بخاف. ثواني ولا قفشته تاني. ينفع القرف اللي انت ماسكه ده؟ ينفع؟ انا مفيش صرصار ينتصر عليا، فالصرصار ده لازم في حاجه تاكله، انا مش مرجعه العلبه تاني. ففكروا معايا عندي ايه فوق هنا. فاكرين الفيديو اللي فات في السلمون بينك حطيتها فوق هنا؟ يلا بينا، يلا بسم الله. السلمون بينك جوه. يا نهار اسود، بهدلت العلبه على الاخر زي ما انتم شايفين كده. اوه لا ثواني وحياة امك، ثواني عشان انا مش ناقص حاجة تهرب تاني والدنيا تبوظ مننا. خلي تصوير اللحظه دي يدوي. انت صرصار ابن جزمه يلا والله العظيم. بس تعالى بقى نشوف. راح للموت برجليه. لا ده فنان، ده عمل نفسه ميت وهي ما خدتش بالها منه. انا تعبت من الصراصير، انا بكره الكائن اللي اسمه صراصير ده. مش كفايه ان هو فيهم حاجات اوقات بتخوفني، لا كان بارد حتى في التاكيل. يعني انا جايبه عشان يتاكل، حتى في الموضوع ده بينكد عليا فيه. مثلا دلوقتي وسمعته بيقرقش في بقها، مش عارف بقى، مش شايفه. انا مش شايفه. العنكبوت ما شاء الله من كتر ما هو حجمه كبير الصرصار مش باين جوه بقه. وديت الصرصار فين يا بنت؟ فين الصرصار يا بنت؟ بص التفاصيل، تحفه جمال. نجيب بوشه، هاتي بوشه. انا خلاص ارهقت وتعبت. في حاجات كتير على فكره لازم تتعمل، وفي حاجات لسه ما اكلتش، ولكن انا مش قادر. انت شايف ان انا ما بعملش حاجات كتير، ولكن مع التصوير الموضوع بيكون مجهد جدا. ان انت بتشيل ده وتحط في ده وتفتح ده وتحط ده هنا، ويلا كله عشانكم، والله العظيم كله عشانكم. لكن اهم حاجه هو رايك. يعني انا بجد مش عارف الفيديو ده هيطلع حلو ولا وحش، هل هو هيطلع طويل ولا قصير ولا ممل ولا ايه حكايته. انا بصور ومنتج واسيبها على الله، وعايز بس اهم حاجه رايك في الكومنتات تحت. الفيديو حلو ولا لا؟ ولو في عندك اي حاجه بسيطه، انا بحب النقد البناء جدا. لو عندك اي حاجه قول لي ادهم انت عندك مشكله 1 2 3، وان شاء الله نعالجها مع بعض. بس برضو ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب بتاعك وتفعل جرس الاشعارات عشان كل ما انزل فيديو تين يجيلك كده وتدخل تشوفه. وان شاء الله ممكن بنزل لكم شورتس كمان. وما تنساش تابعنا على الانستجرام وعلى تيك توك وعلى فيسبوك وعلى اي منصه موجوده في اللينك اللي في الديسكريبشن تحت. اقرا الديسكريبشن، في حاجات مهمه جدا بكتبها لو انت عاوز تسيرش وتتعلم بنفسك بتوسع اكتر. ما تنساش تقول لي رايك على فكره الفيديوهات اللي قلت لك عليها اللي بتبقى زي الرياكت دي في اول الفيديو، فلو نسيت ادخل قول لي رايك فيها. ورايك في الفيديو ده بصراحه حاسس ان هو رخم قوي، فانا مستني رايك. وكان معاك ادم هاني، خبير في الحياه البريه، وسلام.